السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة بقى هنعمل مكرونة. بصوا بقى ايه كده، معلقة كده من الثوم حطيتها في الزيت كده نديها تقلية محترمة. تاخد معايا كده ايه اللون اللي هو الفاتح الذهبي. لسه نزحتها كده علشان كان الزيت سخن، مش عايزاها تتحرق معايا. هننزل بقى بالصلصة. حطيت بقى مكرونه، حطيت طماطم وشويه ملح ماشي، هيسبكوا معايا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده خرط كده كبيره. وهنحط بقى ايه فلفل. قلت بقى عقبال ما الطماطميه تتسبك معايا هنعمل الفلفل. هنقطع كده ايه الفلفل ده كده، فلفلايه كده جايباها من الفريزر كانت عندي. قلت بقى ايه نطلعها كده نخرطها تخريطه حلوه علشان المكرونه. طب المكرونه دي هنعمل معاها ايه؟ عايزين تعملوا بها معاها شويه صلصه سلطه. عايزين تعملوا مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا هيتعمل معاها بطاطس محمره. والله يا جماعه بصراحه، وقرن فلفل كده حامي. هننزل بقى بالمكونات دي كلها كده. هنحط بقى ايه صلصه كده بقى، صلصه هنحطه محترم فوق الطماطم دي علشان هنعمل كيسين محترمين من المكرونه اللي هي 400 جرام. هنحط ايه الفلفل الاخضر والقرن الفلفل الحامي ماشي. المره دي مش هنحط في ديت كلها بصل. بصوا الخلطه عامله ازاي. هنضيف لها بقى ميه مغليه. هنحط بقى ايه الميه كده ونسيبها تغلي معانا. فلفل وتوابلنا وبهاراتنا وشويه بقى ملح. واول ما تغلي هننزل بالمكرونه. بصوا بقى كده اول ما اتسبكت معايا هننزل بقى ايه بالمكرونه، بالكيسين المكرونه يا دوبك على قد الميه. نقلب التقليبه المحترمه ونغطي ونوطي عليها زي الرز بالظبط ما بنعمل في الرز بعد ما تتشرب حاجه بسيطه. وبعدين دلوقتي بصوا طالعه معايا بسم الله ما شاء الله احلى مكرونه. واللون يا جماعه مش متخيلين اللون عامل ازاي. بصوا عايزه بس اقرب لكم الكاميرا مش مبينه. لون احمر خالص. بصوا اللون ده هو ده اللون اللي انا عايزاه. ونوطي عليها بقى كده تتلبن على مهلها. وزي ما انتوا شايفين بقى المكرونه بتاعتي بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى في الطبق كده انا حطاها. بصوا عايزه نوريها لكم عن قرب بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله بصراحه يا جماعه، والريحه بتاعتها بصراحه تحفه. بصوا حمرا ازاي والفلفل باين فيها والطماطم. مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. ما تنسونيش بقى في الاشتراك واللايك والشير، وجربوها بالطريقه ديت بجد هتعجبكم. الفلفل والطماطم مع الصلصه بيتحطوا مع بعض بيدوا نكهه جميله خالص وبيدوا لون جميل. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، وعايزاكم تفعلوا زر الجرس عشان المكتوب عليه الكل عشان يوصل للكل. يا رب نكون عند حسن ظنكم. كمان شكرا على كل اللي انتوا بتعملوه معايا، ويا رب تكون فيديوهاتي البسيطة ديت بتعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.